لو انت من الناس اللي بتحب تتصور بالموبايل كتير، فالكاميرا بتبقى اهم حاجه ليك في الموبايل، وكل مره بتروح تشتري فيها موبايل بتركز قوي الكاميرا كام ميجا بكسل. وللاسف رقم الميجا بكسل مش معناه جوده الكاميرا خالص، لانك بتتفاجئ بعدها ان صاحبك اللي معاه ايفون بكاميرا 12 ميجا بكسل بيصور صور حاده وافضل بكتير من الكاميرا ال 100 ميجا بكسل اللي معاك. وعلشان اصحح لك المفهوم ده وافهمك ايه اللي بيتحكم في جوده كاميرا الموبايل وليه الكاميرات الاحترافيه غالبا بتصور صور افضل من كاميرا الموبايل، كل ده واكتر هنعرفه في الحلقه دي من سلسله حلقات خبير موبايلات، علشان تتصور كام صوره حلوه زي الناس بقى بدل الكاميرات اللي بتطلعك واحد تاني دي. وعلى العموم انا احمد حسين وده البروفيسور اكس، ممكن تتابعنا على فيسبوك او تشترك معانا على اليوتيوب او الاثنين، يعني مش مشكله. يلا بينا يا صديقي البروف. دقة الصورة أو الريزوليوشن اللي بيقاس بالميجا بكسل هو واحد من أكتر المفاهيم اللي بتلخبط ناس كتير في عالم التصوير، ومعظم المبتدئين في التصوير بيعتقدوا إن كل ما زاد رقم الميجا بكسل كل ما كانت الكاميرا أحلى وأفضل في الصور. للأسف يا صديقي في فرق كبير قوي ما بين دقة الصورة وجودة الصورة. علشان نفهم الفرق ما بين الاثنين خلينا اوضح لك بمثال بسيط خالص. لو احنا مثلا عندنا ورقة طولها 20 سم وعرضها 10 سم، ولو جبنا ورقة اصغر من الورقة الاولى مثلا طولها 10 سم وعرضها 4 سم، هل ده معناه ان الورقة الاولى جودتها اعلى من الورقة الثانية؟ اكيد لا طبعا، لكن ده معناه ان الورقة الاولى حجمها اكبر من الورقة الثانية. نفس النظام ده بالظبط بيتم في الصور. لو اتصورت مثلا صورة طولها 4000 بكسل وعرضها 3000 بكسل، تضرب الطول في العرض اللي هو ال 4000 في ال 3000 يطلع معاك 12 مليون بكسل او ال 12 ميجا بكسل. ولو صورة مثلا 8000 بكسل في 6000 بكسل هتبقى 48 مليون بكسل او ال 48 ميجا بكسل. عرفت يعني ايه بقى الميجا بكسل؟ وبتيجي من فين؟ بسيطة خالص. وسواء الكاميرا بتاعتك 12 ميجا بكسل او 48 ميجا بكسل فما هو الا حجم الصورة، يعني الطول في عرض الصورة، وملوش علاقة نهائيا بجودة الصورة. علشان كده صاحبك اللي معاه ايفون 13 بكاميرا 12 ميجا بكسل بيصور صور احسن من الموبايل الفئة المتوسطة اللي معاك اللي بكاميرا 108 ميجا بكسل، وعمال يذل فيك كل ما تقول له يصورك صورة حلوة. يا جماعة بتوع الايفون وانت كمان كبروش على الناس. وعلشان كده يا صديقي البروف فانا هبقى اعمل لك حلقة مخصوص وهعلمك ازاي تطلع صور رهيبة من كاميرا الموبايل بتاعك واحسن مليون مرة من كاميرا الايفون. تعالى بقى نكمل كلامنا. ايه اللي بيحدد جودة الكاميرا يا بروف؟ جودة الكاميرا يا صديقي بتتحدد بحاجات كتير، وعلشان تفهم العوامل المهمة اللي بتحدد جودة الكاميرا تعالى نمشيها خطوة بخطوة. لو جيت بصيت عندك في ظهر الموبايل غالبا هتلاقي فيه اكتر من كاميرا، وكلهم تقريبا شغالين بنفس النظام مع اختلاف العدسات. لما بتتصور اي صورة من الكاميرا بتعدي على حاجات كتير قوي، من اول العدسات او اللينس لغاية مستشعر الضوء او اللايت سنسور ووحدة معالجة الصور او الاي اس بي. بس اللي يهمك فيها هو مستشعر الضوء، وافتكر اسمه كويس لانه هو اللي هيفرق معاك جدا في جودة الصورة. وبدون ما اخوض معاك في تفاصيل معقدة خالص، اعتبر مستشعر الضوء هو المراية اللي بتتكون عليها صورتك اللي اتصورتها، وكل ما كانت المراية دي نظيفة وخامتها كويسة كل ما كانت صورتك واضحة ونقية. بعد كده الصورة بتخرج من المستشعر وبيتم معالجتها وتحويلها الى بيانات رقمية وحفظها على الذاكرة الداخلية، وبعد كده بيعرضها لك الموبايل على الشاشه. للاسف معظم شركات الموبايل ما بتصنعش مستشعر الضوء ده، لكنها بتشتريه من شركات تانية وبعد كده تاخده تحطه في موبايلاتها. يعني مثلا شاومي تشتري مستشعر الضوء من شركات تانية زي سامسونج وزي سوني، اللي عندهم خبره كبيره جدا في تصنيع مستشعرات الكاميرا. مش معنى ان انا قلت لك سامسونج وسوني معنى كده ان المستشعرات كلها تمام التمام، ده برضو ما يمنعش ان هم بيصنعوا مستشعرات بمختلف الاسعار علشان تناسب كل الفئات السعريه من الموبايلات. وزي ما في مستشعرات ضوء رخيصه ورديئه، زي ما في مستشعرات غاليه جدا بتتركب في الموبايلات الحديثه والرائده. يبقى جوده تصنيع مستشعر الضوء بتفرق جدا في جوده الصوره اللي بتطلع من الموبايل عن طريق المستشعر ده. ولمعلوماتك كل ما زاد حجم المستشعر كل ما زادت جوده الصور اللي بتطلع من المستشعر ده، لان كل ما يكون المستشعر اكبر كل ما يقدر انه يجمع ضوء اكتر في الصوره اللي بتتصورها، وده هيفرق معاك جدا في التصوير في الاضاءه الضعيفه. يعني لو بتتصور في اوضه مغلقه او في مكان الاضاءه فيه معتمه شويه فهيبقى المستشعر ده افضل في الصور بكتير من المستشعر الاصغر منه في الحجم، وبالتالي المستشعر الصغير هيطلع معاك صور معتمه وغير واضحه التفاصيل. ولو بتصور فيديو مثلا بالمستشعر الصغير هتلاحظ انه فيه زي نويز او تشويش، وهتلاقيها واضحه جدا في الاماكن المعتمه في الصوره او في الفيديو. علشان كده الكاميرات الاحترافيه بتتفوق على الموبايلات في النقطه دي، وده بسبب ان مستشعر الكاميرا الاحترافيه حجمه اضعاف المستشعر الموجود في كاميرا الموبايل. ومش بس حجم المستشعر هو اللي بيحدد كميه الضوء اللي بتسقط على المستشعر، لكن في حاجه كمان اسمها فتحه العدسه او اللينس ابيرتشر. فتحه العدسه في الكاميرا عامله بالظبط زي البؤبؤ الموجود في عين الانسان اللي هو الدايره
السوداء دي الصغيره اللي جواها. وهتلاحظ انه حجم البؤبؤ ده بيزيد لما تدخل في مكان ضلمه علشان يقدر يستقبل ضوء اكتر، وبالتالي يقدر يشوف في الاضاءه الضعيفه. ولما تخرج في النور فجاه ما بيبقاش شايف كويس لانه اتفاجئ بكميه النور الساقطه عليه، وبتنتظر كام ثانيه عقبال ما حجم البؤبؤ يقل علشان يتناسب مع كميه الضوء الكبيره وتبدا تشوف كويس. نفس النظام بيحصل في الكاميرا. فتحه عدسه الكاميرا هي اللي تتحكم في كميه الضوء اللي بيسقط على المستشعر الموجود داخل الكاميرا، وكل ما كانت فتحه العدسه اكبر كل ما قدرت ان هي تستوعب ضوء اكتر، وبالتالي كل ما تكون الكاميرا افضل في التصوير في الاضاءه الضعيفه. وتقدر تعرف فتحه العدسه لما تدخل على موقع gsmarena.com وتكتب اسم الموبايل اللي عايز تعرف مواصفاته، وتنزل كده تحت عند الكاميرا الاساسيه هتلاقي رقم فتحه العدسه اللي هو عندي هنا f/1.8. والعلاقه هنا عكسيه ما بين فتحه العدسه والرقم اللي تحت الاف، يعني كل ما قل الرقم ده كل ما كانت فتحه العدسه اوسع وافضل. يعني f/1.2 فتحتها اوسع من f/1.8. تالت حاجه واللي بتاثر في جوده كاميرا الموبايل بعد نوع وحجم المستشعر وفتحه العدسه هو نظام التشغيل نفسه بتاع الموبايل، وخصوصا برنامج الكاميرا الخاص بالموبايل بتاعك. شركات الموبايل بتحط تعديلات كتير على برنامج الكاميرا الخاص بالموبايل علشان يحاول قدر الامكان انه يطلع لك الصوره مظبوطه. وهتلاحظ كده حاجه لذيذه خالص، انه نفس الصوره بتطلع باشكال مختلفه لما تيجي تتصورها من موبايلات مختلفه، وده اللي مخلي شركه زي جوجل وابل في موبايلاتها اللي ب 12 ميجا بكسل بتطلع الصوره ممتازه جدا، لانه السوفت وير او نظام الموبايل في معالجه الصور من جوجل ممتاز جدا في تحليل الصوره والتعديل عليها باللي يخليها اقرب للواقع، على عكس شركات تانية خالص مش بتهتم بالسوفت وير بتاعها. وده للاسف لما بتيجي تتصور بتطلع شكلك مختلف تماما، وتمسح تفاصيل الوش والبشره وتضيف لمسات جماليه من عندها، زي اللي بتحمر الخدين وتوسع العينين ومش عارف تعمل ايه كده، حاجات ما مش انت. وللاسف برضو بنات كتير قوي بتجري ورا النوع ده من الكاميرات وفاكرين انه كده الكاميرا حلوه، مع انه اللي في الصوره مش شكلها اطلاقا. بس هنقول ايه، لازم بعض الشركات تاكل عيش على قفا بعض الناس. المهم علشان تعرف نظام الموبايل في معالجه الصور كويس ولا لا، فالافضل والاسرع انك تروح جري على اليوتيوب وتشوف مراجعه او ريفيو للموبايل قبل ما تشتريه، علشان تشوف جوده الصور في مختلف الاوضاع، سواء في الاضاءه الضعيفه مثلا او تحت الشمس وغيرها من الاوضاع الثانيه، وتشوف جوده الصور هل هتبقى راضي عنها ولا لا. وزي ما قلت لك في الاول ما تقلقش، انا ان شاء الله بعمل لك حلقه علشان اعلمك ازاي تطلع صور احترافيه جدا من الكاميرا الموبايل بتاعك مهما كانت، فما تنساش بقى تعمل متابعه علشان توصلك الحلقه دي. ولو انت من هواة تصوير الفيديو بكاميرا الموبايل فلازم تخلي بالك من حاجتين. اول حاجه جوده الفيديو اللي بتصوره الكاميرا من جوده 720 بكسل لغايه بعض الكاميرات اللي بتصور بجوده عاليه بتوصل ل 8K، واقصى جوده بتصورها كاميرا الموبايل تقدر تعرفها برده من نفس الموقع gsmarena.com. وبعد ما تكتب موديل الموبايل اللي انت عايز تعرف امكانياته هتنزل كده تحت شويه هتلاقي كده الجودات بتاعه الفيديو اللي تقدر كاميرا الموبايل ده ان هي تصورها. مثلا هنا في الحاله بتاعتنا هتلاحظ ان الكاميرا بتقدر تصور بجوده 720 بكسل وجوده فول اتش دي اللي هي 1080 بكسل واقصى جوده ليها اللي هي 4K. ولما تدخل اعدادات الكاميرا هتلاقي فيها كل الجودات دي، وتقدر تغير جوده الفيديو من اعدادات برنامج الكاميرا على الموبايل. تاني حاجه تخلي بالك منها لو بتصور فيديو وهو هل الكاميرا بتحتوي على منع اهتزاز ولا لا. منع الاهتزاز او الايمج ستابلايزر بيرمز له احيانا بالرمز IS هو اللي بيثبت الصوره لما تيجي تصور فيديو. وعلشان تشوف الفرق فده فيديو متصور بدون منع اهتزاز وده فيديو متصور بمنع اهتزاز. اظن انت كده عرفت قد ايه هو مهم لو انت بتستخدم الكاميرا بتاعتك في تصوير الفيديو كتير. منع الاهتزاز في منه نوعين، نوع موجود في العدسه نفسها بتاعه كاميرا الموبايل وده بيسموه منع اهتزاز ميكانيكي او منع اهتزاز بصري وبيترمز له بالرمز OIS او اوبتيكال ايمج ستابلايزر. ونوع تاني بيبقى موجود في السوفت وير نفسه بتاع الموبايل وده بيسموه منع اهتزاز الكتروني او بيترمز له بالرمز EIS او الكترونيك ايمج ستابلايزر. وناس كتير كده هيقولوا لك ان النوع الاول اللي هو الميكانيكي او البصري افضل من النوع الثاني اللي هو الالكتروني، والاجابه الصح هنا انه مفيش حد افضل من حد. النوع الميكانيكي ده كويس مع الصور الفوتوغرافيه، يعني افضل لو بتتصور صور مش فيديو، علشان لو ايدك اتهزت وانت بتصور صوره يثبت الصوره وما تطلعش مهزوزه. والنوع الالكتروني كويس قوي مع الفيديو، بيدي للفيديو الثبات بتاعه. في بعض الموبايلات بتحتوي على الاثنين ودي حاجه كويسه، وفي موبايلات بتحتوي على واحد منهم بس، وفي موبايلات ما فيهاش ولا واحد اساسا من الاثنين وهتطلع معاك صور مهزوزه
وفيديو مهزوز جدا. وعلشان تعرف نوع مثبت الصوره في الموبايل تكتب على جوجل نوع موبايلك وبعدين ايمج ستابلايزيشن، وممكن تضيف بعدها GSM ارينا. هتلاقي هنا في الحاله بتاعتنا ان هو من غير النوع الاول اللي هو OIS او المثبت الميكانيكي او البصري، وانه بيعمل التثبيت بالسوفت وير اللي هو النوع الثاني اللي هو EIS. وممكن تفتح اللينك ده وتشوف تفاصيل اكتر عن الكاميرا، وهتلاقي صور متصوره بكاميرا الموبايل في كل اوضاع الاضاءه تقريبا، وبرضه هتلاقي تحت تجربه لتصوير الفيديو بكاميرا الموبايل، وتقدر تشوف منها مدى رضاك عن الصور وعن الفيديو. انا حاولت اجمع لك وافهمك تقريبا كل الحاجات المهمه في الكاميرا. في حاجات لسه كتير قوي بس تقنيه زياده عن اللزوم، وبرضه مش هتفيدك قوي في حوار اختيار الكاميرا. وبصراحه انا كنت عايز اتكلم كمان عن الشاشه في الحلقه دي، بس قلت ما اطولش عليك اكتر من كده، ونخلي الشاشه ان شاء الله في الحلقه القادمه علشان افهمها لك بالتفصيل. علشان يا صديقي للاسف انا ما بحبش اكروت المعلومه، وبحب اوضح لك الامور قدر الامكان. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا لايك الجميل، وممكن تتابعنا على الفيسبوك او تشترك معانا على اليوتيوب. ولو عندك اي استفسار او اقتراح ممكن تكتب لنا في الكومنتات. اشوفك ان شاء الله في الحلقه الجايه من سلسله خبير موبايلات. في رعايه الله.